الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق المبعوث رحمة للعالمين، سيدي وحبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده قبل ما ندخل الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، وان شاء الله هنعمل لكم النهارده طريقه قرص كده جميله. طبعا الشتاء داخل بقى والجو ساقعه وبرد، وبيحب بقى في الشتاء شاي بلبن، كوبايه شاي بقرص، باي حاجات كده يعني من المعجنات دي، بسكوت، قرص، حاجات من دي تبقى حلوه في الشتاء قوي. فقبل ما ندخل الفيديو كده ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مننا اشعار بكل جديد ننزله. وتعالوا بينا يلا كده نشوف هنعمل ايه. احنا معانا بقى كده دول 3 كيلو من الدقيق، طبعا دقيق متعدد الاغراض يعني. ومعانا هنا لل3 كيلو دقيق 3 كوبايات من السمنه البلدي. عايزه تحطها سمنه بلدي على سمنه نباتي براحتك خالص، عايزه تحطها نباتي خالص زي ما تحبي يعني انت وامكانياتك. ومعانا هنا برضو 3 كوبايات من الميه الدافيه، لان طبعا الوقت الجو شتاء يعني. معانا سكر ومعانا زيت. هناخد لكل كوبايه سمنه نص زيت، يعني يبقى كيلو الدقيق عليه كوبايه سمنه وعليه نص زيت. وهنشوف برضو لو احتاجنا هنزود وديحنا مع بعض. معانا هنا ملح، ومعانا هنا كيسين من البودر، ومعانا هنا فانيليا حلوه قوي. شايفين الفانيليا الجديده اللي احنا جبناها دي؟ دي كده علبه هنوريها لكم برضو، ممكن نوريها لكم واحنا شغالين. هي فيها 20 صح؟ فيها 20 باكت زي ده كده. هو بودر بس ريحته بقى زي السايله بالظبط. احنا اول مره نجيبها يعني، بس جميله عجبتنا، ولو عجبتنا يعني في الاستعمال ان شاء الله هنجيبها على طول. حوالي 3 معالق من السمسم محمصينه برده كده ذهبي فاتح. وتعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. استنوا يا جماعه اما الانابيب تعدي. بسم الله. هننزل بقى كده في هي السمنه البلدي بتاعتنا ما هياش رابطه قوي يعني، مع ان الجو ساقع، بس هي عشان اي سمنه تيجي خلاف شهر طوبه او بعد الشتاء عموما يعني، مهما تسيحها كده بتبقى بره التلاجة بتبقى فكه كده يعني. اللي في السمنه دي يا جماعه المرته، صباح الخير عليكم الاول. اللي فيها ديت مرته يعني، عشان ايه؟ كنا من ارضيه البرطمان وكده يعني، حبه الاخرانيين، فبيبقى في ارضيه البرطمان تلاقي في بقى ايه مصفي مرته كده يعني من السمنه، مش عفر ولا حاجه. هنحط بقى ادي كوبايه زيت، وادي كمان نص، لغايه لما نشوف بقى تمام كده ولا هنحتاج نزود كمان. اهو يعني احنا حطينا سمنه 3 سمنه وواحده ونص زيت، واحده ونص زيت، يبقى ومعانا 3 دقيق، يبقى كيلو الدقيق ليه كوبايه سمنه ونص زيت. ومعانا كمان 3 كوبايات من الميه الدافيه، طبعا بنفس الكوبايه اللي احنا شغالين بيها دي بنفسها، بنفس الكوبايه يا جماعه اللي احنا شغالين بيها. معايا كمان لكل كيلو دقيق معلقتين كبيره كده من السكر، يبقى دي كده كيلو، يبقى دي كده 2 كيلو، وكده 3 كيلو سمنه، 3 كيلو دقيق. هنحط معلقتين كمان عشان الست ام بكره ما تزعلش. عايزين تبقى مسكره كده شويه يعني، لان هي ناشفه. هي كده احنا هنحشيها ملبن وهنحشيها عجوه، وهناكلها طبعا بشاي او كده، فيعني السكر بتاعها هنا مش ضروري قوي يعني زي الطريه. لا ده الطريه بتاكلها بحاجات حوادق عادي، لكن ديت لا احنا في طريه نزلناها لكم كده، كانت كنا مسكرينها شويه، كانت جميله دي صراحه، اللي كنا عاملينه احنا رايحين راس البر وعملناها قبل كده. يبقى احنا كده حطينا لكيلو الدقيق 6، احنا هما 6 زودناهم بس يعني احنا حطينا معلقه ونص تقريبا يعني، على معلقتين ونص على الكيلو. حطينا على الكيلو كده مثلا تقريبا معلقتين ونص. تعالوا بقى على ما هي تيجي كده تجيب الخميره، بتحطي كمان واحده يبقوا 3 وخلاص. ماشي مش مشكله، هنزود كمان واحده، يبقى حطينا الكيلو الدقيق 3 معالق من السكر اهو، 3 اهو، عشان ما نزعلش الحبايب، ان شاء الله ما حد حوش.
هنيجي بقى على الدقيق يا حبايبي، هنحط بقى كده ذرة ملح كده. دي سنة المعجنات يعني. ومعانا كيسين البودر كده برضو هنفرغهم. ايوه لا ادي. يبقى احنا حطينا على الدقيق ايه رشة ملح، وحطينا كيسين البودر، وهنقلب كده عشان يبقى جاهز معانا. يبقى ده المكونات الجاف. السمسم برضو معلقتين 3 سمسم كده حمصناهم، وهنقلب بقى كل الكلام ده. بقى المكونات اللي هي السايله، هحط الفانيليا هنا. انت براحتك بقى، الفانيليا اصلها بودر، عايزه تحطها هنا عايزه تحطها هنا زي ما تحبي، بس انا هحطها هنا. متحطهاش خالص عادي يعني، ممكن برضو من غير فانيليا، بس احنا عشان شغالين بسمنه بلدي الفانيليا مش فارقه معانا يعني. سمنه بلدي الفانيليا مش مشكله. الله ريحتها جميله. ريحتها حلوه قوي زي الثانيه بالظبط. انا معايا بقى 3 كيلو، هحط لكل كيلو معلقه خمير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده حطيت 3 معالق من الخميره، وانا كمان حاطه بودر في الدقيق يعني. وهنبتدي بقى ايه كده نقلب بقى السكر والحاجات دي كلها والسمنه وكل الخليط اللي عندنا ده بقى، لغايه لما السكر يدوب معاكي كويس. القرص دي يا جماعه تعجبكم قوي، بس فين لايكاتكم كده يا جماعه، وفين الكومنتات بتاعتكم الحلوه؟ اللي بيشوف بيمشي كده، بيشوف وخلاص. مع ان يعني اللايك ده مش هتكلفك حاجه، بس هي بالنسبه لنا بتفرق معانا بقى. اللايك دي بترفع الفيديو لفوق لحد تاني يشوفه معاكي. اول ما تدخلي كده حطي لايك على طول لو سمحتوا يعني ما تستنيش لما تتفرجي على الفيديو. فضلا وليس امر يعني. بتنسي الواحد ممكن تتفرجي على الفيديو وتنسي، لكن خشي حطي لايك على طول واتفرجي بقى براحتك. ما عجبكيش يا ستي الفيديو بقى اعملي ديسلايك تاني، سهله يعني. هنبدا بقى كده ننزل الدقيق بقى كده على الخليط اللي احنا عملناه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي، هي كده هي لسه ناشفه شويه، بس طبعا ناشفه شويه كده. هزود ايه؟ هزود ميه؟ لا ما ينفعش نزود ميه خالص. احنا هنزود بقى معلقتين زيت، وهنحط كمان معلقتين سمنه لغايه ما نشوف، لغايه ما تبقى العجينه معانا لينه وخلاص كده. خلاص ينفع يعني ان انا اشكلها وخلاص واشتغل بيها يعني. هي لسه الوقت محتاجه مني شويه كمان. انتوا شايفينها قدامكم عامله ازاي؟ لسه ناشفه شويه، شايفين؟ لسه محتاج. هنزود كده بقى معلقتين من الزيت. هنزود كده معلقتين من الزيت، وهزود برضو معلقتين من السمنه. هاتي دي سمنه بلدي معايا اهي، هي سايحه يعني، هي سايحه مش زيت دي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه، هنحط كمان كده معلقتين سمنه، هنزود معلقتين زيت. طريقتها في العجن مختلفه شويه، بس بتبقى حلوه قوي في الاكل يعني. مختلفة يعني. انت عادة دايما اي قرص بتنزلي بالمادة الدهنية الاول على الدقيق، سواء سمنة او كده يعني او زيت، تدعكيه في الدقيق كويس الاول، وبعدين تنزلي بقى باللبن بتاعك، سواء برضو حليب او رايب يعني.
لكن ديت تنزلي السوائل كلها كده وبعدين تنزلي عليها بالدقيق. ده الاختلاف يعني عندك. شايفين يا حبايب قلبي ما شاء الله بقت جميله ازاي. خلاص بقى انا هلمها وهسيبها تريح يعني شويه كده، ربع ساعه كده عما تلمي الصواني بتاعتك وكده. العجينه بتريح معاكي شويه عشان تبقى احسن في الباط. بس هي كده خلاص بقت جاهزه معايا يعني. خلاص بقى كده خلصت معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتشهد عليها كده. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. يا رب يحسن شغلكم يا رب، يا رب يرزقكم يشكركم يا رب، يا رب يرزقكم يشكركم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. كيسه بلاستيك بقى كده وهنغطي عليها وهنسيبها معانا تريح لغايه لما نجهز بقى الطبليه بتاعتنا او الترابيزه اللي هنشكلها عليها. والصواني بتاعتك هاتيها جنبك وكل حاجه عما يكون هي ريحت شويه، يكون انت عملتي شويه الحاجات دول. دي العجينه اهي بعد ما ريحت معايا هنبدا نقطع منها كده ونشكلها. بصوا احنا عندنا عجوه عملناها كور كده يعني على قد الحته تتحط في القرصيه كده يعني على طول. معانا هنا كمان ملبن هناخد منه حته كده برضو في القرصه. هنبدا نشكل كده حتت صغننه كده يعني. احنا مش عايزين نعملها كبيره يعني. خلاص بقى انا حطيت لايك في ايدي كده. ماما والنبي مش تمسح اللايك اللي انا عملته. ماشي مش هتمسحه يا عم بقى ريح. ما تنسيش تعملوا جرس وانتوا كمان تعملوا لايك. فين ده؟ استنى ده عسل اسود، نص كوبايه عسل اسود عليها نص كوبايه ميه يعني. هنتخففيهم كده بس كده. ده بقى البتاع بيمسك فيه يعني السمسم، وده سمسم عادي يعني. هنفرد بقى كده، ناخد من اللي احنا عملناه مثلا من الاول عشان يكون ريح كده يريحنا في البط. وهناخد واحده. شايفين عشان الشتاء الدنيا ساقعه فحاولي بس كده تساعديها شويه بقى. هنقفل كده اهو. طبعا انا بوريكم اهو خالص يعني حته حته اهو. قفلناها. هنمسكها كده هننزلها كده في العسل اهو. هننزلها كده في العسل وهننزلها كده في السمسم اهي اهي. دي بقى بتخلي وشها يبقى جميل، بتدي لون حمار حلو قوي. وكمان العسل بتاع السمسم ما تلخبطونيش يا ولاد، السمسم بيمسك في القرصه كويس يعني ان شاء الله يعني ما بيوقعش اهو. هنفرد تاني دي كده شويه بس نساعدها لان زي ما قلت لكم بقى السقعه بتجمدها يعني. وهقفل كده عليها. قفلي كويس كده اهو. رجعت مسكت تاني. بمسكها كده بنزلها في العسل كده وبروح منزلها في السمسم كده اهو. ببطها بقى كده اهو. شايفين بقى انتوا الجمال ده كده. وبعدين نمسك السكينه وهنعمل لها 3 فتحات كده كده كده. هعمل لكم واحده كمان. خدي برضو من اللي يريح يعني عشان احنا بس في الشتاء يعني السمنه بتتجمد اهو. اضغطي كده على دي كده. هنقفل كده اهو يا جماعه اهو يا حبايبي. هننزل كده في العسل وهننزل كده في السمسم واهو هنبطها كده اهو. العسل ده بيبقى حلو قوي بقى في السمسم، جميل جميل جميل. شايفين اهو. هنفتح كده فتحة 2 3 اهو.
احنا مش مكبرين حجم القرصايه، يعني هي معقوله كده. واليتيمه اللي من غير سمسم دي مش هتعمليها؟ اليتيمه دي بقى انا عملتها في الاول ونسيتها، مش مشكله، ساده. هنكمل بقى الكميه اللي معانا كده وهنرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، هنعمل لكم بقى كمان ايه اللي هو بالملبن، وبعدين احنا هنكمل احنا بقى بقيت شغلنا كله على نفس المنوال يعني، وهنرجع لكم تاني بعد ما نخلص قبل التسويق. احنا حاطين هنا بس كده نقطتين زيت عشان نبل ايدنا كده ساعات اللي انت بتقطع حته الملبن، لان الملبن ايه عارفين بقى الملبن لزق بقى بيلزق وبينهي الدنيا. حته كده اهو، بس برضو نفس العجوه بالظبط، برضو هنلم عليها. نفس الحكايه برضو هننزلها كده في العسل وبالسمسم وهنفردها بقى. وبرضو هنفتحها كده. كلهم مستويين بس كده نفس طريقه اللي بالعجوه بالظبط يعني. كلهم كده مستويين، هم كده مستويين. ده اللي احنا عملناه معانا اهو، بس يا ولا ده اللي احنا عملناه معانا اهو بالعجوه، وده اللي احنا عملناه بالملبن اهو. مش بس دلوقتي التولاج بتاعك ده اللي بالملبن وده اللي بالعجوه. مش تنسوا تحطوا جرس. حطوا جرس. تيجي كده شويه كده. كم واحده من سمسم عشان لو حد تاني مش عايز ياخد هم يبقى سمسم يعني. دول بقى يا جماعه يعني ايه للناس اللي في عيال يعني في البيت ما بيحبوش السمسم، فعملنا لهم بقى ايه اللي مش سمسم. العسل ده بس كمان مش بيخلي بقى السمسم يلزق وبس، وكمان بيديها لون جميل يعني، بيخلي لون الحمار بتاعها جميل. فانا حطيت برضو على اللي ما فيهاش سمسم عشان في الاخر يبقى كله شبه بعضه يعني، ما تطلعش واحده باهته عن واحده. دول ساده مفيش فيهم حشو خالص، عشان برضو اللي عايزها ساده وبسمسم، عشان يبقى عملنا ايه نرضي كل الاطراف يعني. اهي هنكمل برضو بقيه العجينه اللي معانا كلها بقى ساده، وهندخلهم بقى الفرن. خلاص بقى كده هنروح نولع الفرن بتاعنا. هتخلي درجه الحراره واطيه خالص، يعني هدي النار بتاعتك خالص من فوق ومن تحت، وهتحطي بقى الصواني. خلاص اول ما يستووا بقى ويطلعوا من الفرن هنوريهم لكم بقى بعد كده. دي القرص بتاعتنا، دي اللي كانت ساده، دي اللي احنا عملناها ساده خالص مفيش فيها اي حشو وما عليهاش حتى من فوق سمسم. ودي اللي هي بعجوه اهي، شايفين جميله قد ايه، مفرغه وهشه وجميله اهي. ودي اللي هي بملبن لسه سخنه بس سخنه، بس سخنه خالص يعني، شايفين لسه الملبن حتى سايح، شايفين بس مفرغه برضه خالص من قلبها. جميله. روح ودي اللي هي دي الساده بقى، دي الساده اللي خالص. شويه قرص والله العظيم ريحتهم زي العسل ما شاء الله، يعني بتطلع كميه حلوه سمنه بلدي خالص والله. وكمان يعني هو كل بتاع من ده صينيه يعني، ده صينيه ودي صينيه ودي صينيه، لكن بقيه الكميه جوه معانا يعني كمان. جربوا كده وان شاء الله الوصفه تعجبكم وتلاقوها سهله وبسيطه خالص. والشتا يعني بيحب الحاجات دي، يعني بيحب الدفى بقى والمخبوزات في البيت كده. اعملي بسكوتات بقى وقرص طريه قرص ناشفه، نعمل لكم ان شاء الله مخبوزات كتيره ان شاء الله في الشتا كده، حاجه تدفي ولادك بها كده ان شاء الله. جميله جدا والله. مش قادره ابطل اكل فيها، حلوه قوي، حلوه وطعمه ودايبه وجميله جميله 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 يعني. دي بقى القرص المبسوسه،
شوفي انت لو هتروحي المحل هتشتريها بقد ايه. دي بقى ريحتها في البيت سمنه بلدي خالص. طبعا انت تشتغلي باي حاجه، كل واحد وامكانياته يعني، مش بنعجزك يعني. شايفين شايفين شايفين؟ جميله جميله جميله. يعني هي مش دايبه الذوبان اللي تمسكها كده تتهري منك، وفي نفس الوقت ماهيش ناشفه. مقدارها يعني جميل جدا، واحنا هنحط لكم ان شاء الله في صندوق الوصف مقدار الكيلو. هحط لكم مقادير الكيلو ان شاء الكيلو الله. الواحد وخدوه بقى، واللي عايز يضاعف الكميه بقى يضاعف. شايفين الملبن سايح وجميل ازاي؟ برضو اما تيجي تشتري حاولي انت تجيبي جبتها وانا ملبن. بقطعه كده وكان الملبن شايفين ملبن الملبن يكون يعني وجماله؟ نضيف. شايفين؟ مش هتلاقي بقى اكتر من كده حلاوه يعني. اهي دي البت برضو مش قادره تحوش نفسها اصبري يا ستي ما نخلص هزعلها. خدي يا بنت خدي. حول الله يا ربي، هنخلص تصوير وكلها احنا عاملينها ده احنا على لايكات بقى يا جماعه بالله عليكم يعني، والله العظيم احنا شغالين من الساعه 12 الظهر، ودلوقتي العشاء ادنت علينا واحنا شغالين. ما نستاهلش لايك على طول النهار تعب ده والله العظيم. قرص جامده جامده جامده. على فكره انت لو عايزه تسمنيها اكتر من كده هتقبل معاكي، بس هي كده تمام قوي يعني. ولا مثلا انت مش هتقدري تشتريها وتتهري منك، ولا هي ناشفه قوي يعني. جميله جميله مظبوطه وحلوه خالص يعني. نفذوا انتوا بس كده وجربوا، تشجعوا كده وتنشطوا. واللي ينفذها بقى ابعتلنا كده صورها على الفيس عندنا على ابعتولنا على الصفحه، على الصفحه بتاعه الفيس. على صفحتنا على الفيس طبختي في حلتي برضه. زورونا وشرفونا برضه هناك يعني، هتلاقونا قاعدين هناك في الصالون. هتروحوا هنا هتلاقونا، هنا هتلاقونا. اللي يستفيد مننا بقى اي استفاده ولو بسيطه يعني، لو طلعتي انت مننا باي معلومه ولو حتى صغيره، ما تنسيش تحطي لنا لايك وسبسكرايب للقناه علشان يوصلك مننا اشعار بكل جديد احنا ننزله، عشان تتابعنا يا ستي الكل كده في كل فيديوهاتنا يعني. ودي كانت وصفتنا معاكم النهارده، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.